خرافة علمية اتصدرت لنا من هوليوود، مش من المعامل ولا الجامعات، ان احنا بنستخدم بس 10% من دماغنا. الخرافة دي يا ابن بلدي انتشرت قوي في القرن العشرين واتنسبت ظلما وزورا لاينشتاين، مع انه عمره ما قال كده. الواقع ان المخ بيستخدم تقريبا كل جزء فيه، وكل منطقة ليها وظيفة حتى وانت نايم. في 2020 جامعة هارفارد نشرت دراسة بتقول ان الانسان بيستهلك ما يقرب من 20% من طاقته بس في تشغيل الدماغ. يعني لو جسمك محطة كهرباء، المخ هو العميل الاول في الاستهلاك. يعني فعلا الانسان بيقدر يستخدم كل جزء في مخه. وانا عارف ان الجمله دي مش هتعجب امهات مصريه كتير. هتقول لي طب تعالى ذاكر لعيالي بقى وريني. هقول لا يا مدام، ما اسمحلكيش الطفل المصري ده. خلينا في موضوعنا احسن، اللي هو استخدام العقل البشري. في سؤالين بقى بيطرحوا نفسهم دلوقتي. السؤال الاولاني، هل احنا لسه بنقدر نستخدم عقلنا بكامل طاقته في وسط الحداثه بقى والريلز والسكرولينج والتطور ده؟ هل عندنا القدره ان احنا نستخدم عقلنا بنفس الطاقه؟ والسؤال ده هنرجع له اخر الحلقه. والسؤال الثاني اللي هنتكلم عنه دلوقتي، هل بنستخدم الناس اللي حوالينا بكامل طاقتهم؟ هل العقول العمليه مستخدمه على الشكل الامثل؟ هل بنستفيد من العقول دي ولا لا؟